مرحبا، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. هاي الحلقة الثانية من العشوائيات على قناتي عبر اليوتيوب. اليوم في موضوع تم الطرح عليه من قبل شخص معين، كل الاحترام له. الحلقة حلوة، كنت ناوي إني أحكيها بالكردي ولكن ما زبطت معي بسبب المصطلحات وبسبب اللهجة اللي ما تنفهم لدى المشاهد الكردي. فاليوم بدي أحكيها باللغة العربية، وأتمنى من الجميع أن يصغي إلى هذه الفكرة وينصت ويحكم في التعليقات على هذه الفكرة. يوجد في مجتمعاتنا الكثير من الأشخاص المتدينين، منهم الذي فعلا هو متدين أو بسبب نهج معين هو قام عليه، فبطبيعة الحال سوف يكون مؤمن بالفطرة وباللاوعي حتى بسبب تم إنشاء هذا الشخص من صغره على هذا الموضوع. في أشخاص ثانيين هم الذين يتبعون الدين أو يتبعون الإيمان فبطريقة من أجل توجيه الناس ومن أجل السياسات ومن أجل المصالح الشخصية. لا أريد أذكر أسماء، ولكن يوجد الكثير من المشايخ والأشخاص الذين يتحدثون باسم الدين وهم بذاتهم يعرفون جيدا بأن هذا الحديث يخدم مصالح معينة، من أجل هذا هم يتحدثون. أو الفئة الثانية هي الفئة اللي بتتظاهر بالدين أو بتتظاهر بالإيمان، لكن بغض النظر على أي دين كان، أنا ما بحكي على دين معين. الذين يتظاهرون بالدين هم أشخاص فعليا كثير سطحيين بالدين، هدفهم الأساسي أنه يرضوا عبد الله الذين هم يؤمنون به والذين هم يعبدون له. بتلاقي عنده تظاهر تام بالإيمان والخشوع من طريقة لبسه، من طريقة لحيته يا زلمة، من طريقة حديثه معك وكأنك نكرة في الدين وهو يعلم وأنت لا تعلم. هذول الأشخاص يكون إلى 3 تصنيفات حسب نظريتي الشخصية. التصنيف الأول هو الشخص اللي بيكون عنده نقص داخلي. فمو بشرط موضوع الدين بس، يعني أي موضوع يعجبه يحاول يظهر حاله أنه هو أفضل بكثير من الأشخاص الآخرين أو من الفئة المجتمعية أو من المجتمع اللي حواليه. 2، اللي أخذ الفكرة الدينية بطريقة خطأ بسبب المناهج الكثيرة بالديانات، وبسبب الطريقة لكل شخص ولكل شيخ أو لكل ملة أو لكل بابا في الكنيسة. الطرق المختلفة بيصنع لك أنهاج وأشخاص ومناهج مختلفة أيضا. فاليوم طريقتك بالتدريس إذا كانت تطرفية فأكيد ما راح يطلعوا تحت إيدك سلفيين يعني، أو أكيد ما راح يطلعوا تحت إيدك كتالوكيين يعني. فالموضوع حسب طريقة النهج اللي أنت بتمشي عليه بتنشأ جيل ثاني. فهذا الجيل اللي نشأ على أفكار ذهبية، أفكار ملمعة، هو الأشخاص الذين يهدفون بالدرجة الأولى إلى الطبقة الاجتماعية، إنه هن لازم يكونوا الطبقة المخملية من هذه المجتمعات بسبب الدين، إنهم الوحيدين الذين يتكلمون باسم الله، كيف لا يملكون طبقة مخملية في هذه المجتمعات. النهج الثالث بنظري أيضا هو الأشخاص الذين فعلا يتبعون السياسة من أجل سياسة معينة أو من أجل فكر معين، يخلط السياسة بالدين ويهدف إلى مصالح معينة. وهي طريقة أيضا تنشئ لك أفكار من المؤمنين المتظاهرين. فعليا هو أكثر صنف ما يتم تمييزه من كافة المجتمع، لأنه هو مختلط ما بين الدين وبين السياسة، يعني لديه منهج محنك وسياسي بحت من أجل إيقاع الضحية، وهو التبعية من البشر الذين يتبعون الأديانات من أجل حكم أو تغيير فكر معين أو توجيه لهذا القطيع البشري إلى فكرة معينة من خلال الدين، لأن رجال الدين ينظرون إلى أنفسهم أنهم هم المتكلمين باسم الله على الأرض. فمن أجل هذا يهدفون دائما إلى السلطة، إلى المكاسب الشخصية، إلى الفئة المخملية من المجتمعية، إلى التحليل والتحريم الاجتماعي. لأنه بصريح العبارة مين راح يحاسب شخص هو المتكلم باسم الله على الأرض، هو الذي يمشي شرع الله في هذا الأرض،
هو الذي يتحدث بآيات الله في هذا الأرض، فكيف من المجتمع أو الفئات الذي ينظر إليها أنها فئات تبعية بس خلقت للتبعية، كيف يمكن لها أن تقرر أو تحرم أو تحلل أو تتحدث باسم الله حتى؟ فهذه الطبقات أو هذه الأشخاص الذين يتظاهرون بالإيمان قادر إلى إقناع الشخص التبعي أو الذي يتبع هذه النهج من الديانات أو هذه الطريقة من الديانات، يقدر يقنعه بأنه بسبب هذا الرداء من الدين راح يكون مصيره النار. الدين خلق للتظاهر. هل الإيمان هو أن تظهر للعالم بأنك مؤمن، أنك تصلي، أنك تصوم، أنك تعمل الزكاة؟ هل الإيمان بيبين لما بتحلق شاربك ولا الفطريات اللي بتطلع لك جبهتك بسبب الركوع؟ وما تسمى عند بعض المشايخ بختم الصلاة. الزبدة من هذه الحلقة، أنا لا أواجه الديانات ولا أواجه رجالات الدين، ولكن يوجد شيء منطقي. أحيانا يوجد ظاهرات يجب التحدث عليها. كنت أتمنى أنني أحضر لهذا الموضوع بشكل دقيق، ولكن بسبب التعصب لهذه الأفكار أنا قررت أني أطلع بشكل هيك تلقائي بدون تحضير بدون أي شيء، إني أتحدث قدام الكاميرا. شكرا كثير للشخص اللي بعث لي هذا الفيديو أو بعث لي هذا الموضوع من أجل أن أتحدث عليه. شكرا كثير للأشخاص اللي تابعوا الحلقة لهلا وإني مستوعبين الفكرة بشكل بسيط جدا، ليس معمقة، ليس بالضروري أن الفكرة تكون صح، وليس بالضروري أن تكون خطأ أيضا. ولكن على أي حال أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. هذا الفيديو تم إنهائه. إن شاء الله يكون في شيء مهم بهذا الفيديو أنت اكتسبته، ودمت بخير وعلى أمل اللقاء.